وليد الركراكي يخطط لزيارة بلجيكا لاستهداف محترفين مغاربة. يسعى وليد الركراكي لتدعيم صفوف المنتخب المغربي بعناصر جيدة وقوية. أكد وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني على ضرورة حل مشكل النجاعة الهجومية التي يعاني منها المنتخب الوطني في ظل عدم توافر أعضاء الجهاز التدريبي للمنتخب المغربي على منافس قوي للاعب فريق إشبيلية الإسباني يوسف نصيري، ولذلك يضطرون إلى الاكتفاء باستدعاء عبد الرزاق حمد الله لاعب اتحاد جدة السعودي، ثم وليد شديرة لاعب فريق باري الإيطالي. وأكد وليد الركراكي على ضرورة السفر إلى بلجيكا لمتابعة إحدى مباريات المهاجم المغربي طارق تيسودالي العائد أخيرا من إصابة أبعدته طويلا عن الملاعب كرة القدم وحرمته خوض نهائيات بطولة كأس العالم 2022. وفي الوقت الذي تواصل وليد الركراكي مع اللاعب تيسودالي ووعده بلقائه، قرر مدرب منتخب أسود الأطلس أن تكون الزيارة خلال شهر إبريل لمتابعة نجم المنتخب المغربي الأولمبي زكريا الوحدي لاعب فريق مولينبيك بلجيكي، وأيضا أسامة العزوزي لاعب فريق سان جيلواز البلجيكي، وزميله داخل الفريق إسماعيل قندوس الذي يعتبر من اللاعبين الذين رشحوهم محلل الأداء بالفيديو داخل المنتخب المغربي موسى الحبشي للانضمام إلى المنتخب المغربي في الفترة المقبلة.